مشكلتنا في البلد دي الحقد. انا لما دخلت المناقصه واشتريت محلات عثمان بيه، كل المستشارين اللي حواليا نصحوني اطلع. دي محلات مش جايبه ثمنها، وبتخسر كل سنه فوق ال 100 مليون جنيه. ده غير المباني حالتها زي الزفت ومحتاجه ترميم هيتكلف الملايين. ده غير بقى العمال اللي مضطر البسهم فوق البيعه، وموظفين بيضربوا ويعتصموا ومش عايزين يشتغلوا، ما انت عارف. واللي يقول لي انت واخد حاجه قيمه تاريخيه، اعمل ايه بالقيمه التاريخيه؟ اجيب السياح يتفرجوا عليها؟ ولا حتى الاسم التجاري. اهو ده هو المصيبه، والاسم اللي انتوا بتحسدون عليه ده اكبر عقبه قدامي. محلات عثمان بيه. هو في حد النهارده هيلبس من عثمان بيه؟ احنا ملوك الهدد عبد العزيز بيه، نحب نخش اي حاجه نبوظها ونجيبها على الارض. حتى بص لتاريخنا، تشوف اي حد يجي اول حاجه يعملها يمسح تاريخ اللي قبله ويشوه المعالم اللي بناها. وما تقوليش الهرم اهو بقاله 5000 سنه ولسه موجود. هقول لك، عشان لا عارفين ازاي اتبنى ولا عارفين ازاي نهده. والله العظيم انا لولا شايف شويه تشجيع ومسانده من القياده السياسيه، انا ما كنت قعدت في البلد دي لحظه واحده. البيزنس ملوش وطن يا عبد العزيز بيه، وانا بلاد كتير قوي عرضت عليا ننقل شغل هناك، لكن نعمل ايه بقى؟ بنحبها.